هناك قناة فضائية تتبع القمر الصناعي المصري النايل سات وتخضع لإشراف وزارة الإعلام. خصصت هذه القناة ويجلس فيها صاحبها ومديرها ليل نهار يسب لديه شهية مسعورة لسب كل نظيف في البلاد، لسب الرموز الوطنية، لسب مرشح الرئاسة، لسب الأحزاب الوطنية، لسب رؤساء دول بأسمائهم، وليسب أشخاص اعتبرناهم سبب من أسباب الثورة كخالد سعيد وغيره. هذا الرجل المسمى توفيق عكاشة قناة الفراعين أنادي السيد وزير الإعلام بإيقاف هذه القناة فورا والتحقيق معه في أعمال السب والإهانة والشتم والبذاءة التي يمارسها ليل نهار في حق الرموز الوطنية. الأمر الثاني، هناك بعض القنوات الفضائية التي تبث من خلال النايل سات وهي موجودة في المنطقة الحرة تتبع هيئة الاستثمار، ولكنها لا تخضع لإشراف وزارة الإعلام، وهذا أمر غريب. فكيف تكون هناك قناة فضائية تبث من النايل سات وعلى أرض مصر ولا تتبع إشراف وزارة الإعلام، مثل قناة التت وقناة الفرح والقنوات الخادشة الحياء العام والأداب. السيد وزير الإعلام لابد من استخراج تشريع أو نظام السيد رئيس المجلس لكي تخضع هذه القنوات البذيئة إلى إشراف وزارة الإعلام لتتمشى مع آداب وأخلاق الشعب المصري. نحن في مصر لسنا نستطيع أن نتحمل أي قناة أو عمل إعلامي يسيء إلى سمعة مصر، وقد احترمنا العالم كله وأصبحنا في قمة الدول المحترمة والمتقدمة. شكرا لكم جميعا. النائب المحترم رشيد عوض.